بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وحلقة جديدة من قناة الخير، ومعكم أبو عبد الهادي، ونبدأ معاكم حلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين. أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا بكم. ونبدأ نتكلم النهاردة إن شاء الله رب العالمين على معلومات هامة في تربية الفراخ البيضاء داخل البطارية. في إنسان عزيز كتب لي في التعليقات في حلقة سابقة عنده غرفة 3 متر في 4 متر تقريبا، فبيقول هل ينفع إن هو يعمل فيها خلية تبريد ولا ما ينفعش؟ لا، بقول له طبعا ينفع. لو في إمكانيات ممكن تنفع تعمل إن شاء الله رب العالمين، تعمل خلية التبريد. وخلية التبريد طبعا بتختلف من مكان لمكان ومن بلد لبلد. والمكان اللي هتعمل فيه خلية التبريد ديت إن شاء الله رب العالمين لازم بيختلف من مكان لمكان. يعني ممكن يكون المكان اللي انت عامله بحري هيوفر عليك في خلايا تبريد، قبلي هتفرق، شرقي غربي، حسب المكان اللي انت حضرتك هتعمل فيه خلية التبريد. ممكن المكان يبقى في الدور الأخير فوق خالص فوق البيت، ده ممكن، إلا إذا أنت مثلا مأمنه وعامل له عازل وعازل السقف، ده تفرق. إنما هو طبعا يفضل خلية تبريد في أي مكان، ولكن على قد الإمكانيات بالنسبة لأي حد. بيتوفر مكان كويس الواجهة بتاعته بحري، والبحر مبقاش مباشر، بيبقى أفضل. ويبقى فيه شباك قبلي جميل للبحري بيودي على القبلي غير مباشر، الشباك مش قصاد الشباك، أو الشباك مش قصاد الباب بتاع المكان اللي أنت بتربي فيه. زي عندي كده بالظبط، المكان عندي الشباك البحري ما بيحدفش على الباب بتاع الغرفة مباشر، لا، الشباك في نص الغرفة، فبيحدف على الباب بسيط، يبدأ الهواء يخش بسيط ويتجدد عن طريق الشباك القبلي. زي ما عندي كده حضراتكم اهوت، انا مشغل المروحة والشباك القبلي جايب منه، مش واخد من البحري المروحة الهواء، لا، انا جايب من القبلي، واخدين بال حضراتكم؟ ففي تهوية في قلب المكان، فبفضل الله انا مش محتاج ان انا اعمل خلية تبريد، الا اذا لو زودت العدد في قلب المكان. ولكن انا في المكان ده بفضل الله انا حاطط 3 بطاريات. البطارية ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله دورين، فهنا دورين وهنا ما شاء الله دورين وهنا دورين. وبدأت معاكم في اول الحلقات السابقة وقلت ان انا بجيب عدد معين، يعني البطارية ديت عددها بتاخد في الصيف غير في الشتاء. يعني ما ينفعش اجي في الصيف وفي الحر ده احط في قلب البطارية القفص الفوقاني ده. طبعا زي ما قلت قبل كده وبقول برضك للأحباب، القفص مساحته 2 متر في عرض 60، 2 متر في عرض 60، فما ينفعش احط مثلا في قلب القفص في الصيف والجو حر احط فيه 10. لا، انا بقلل العدد شوية، بخليه 6، بخليه 7، اقصى حاجة 7. لان لما هيزيد عن 7 هيبقوا يعني مزنقين على بعض، ودرجة حرارة الجو مع درجة حرارة جسم الطائر بتبقى مشكلة، هتعمل نفوق ويبدأ الطائر يموت، يعني الدورة مش هتبقى مثمرة، واخدين بال حضراتكم؟ فأنا من أول الدورة أول ما جبت حطيت في قلب البطارية من فوق، كنت حاطط هنا في المكان الواحد ده 40 والمكان ده 40. يعني أنا بحمل على ال3 بطاريات اللي هم كل بطارية قفصين فوق بعض، بحمل عليهم كلهم 80. طيب، او ممكن ازود اخليه 85، ده اقصى حد. طيب، اجي في الشتاء ان شاء الله رب العالمين ممكن البطارية ديت اهي دورين اهي، المقاس ده
والمقاس ده كل واحد ياخد قد ايه؟ 10. يعني هنا 10 في القفص الواحد، يبقى فيه 20 في القفص الواحد، ياخد 20 بفضل الله. ليه؟ الجو برد وهيدفوا بعض، مع عوامل التدفئة اللي انت عاملها في قلب المكان هيبقى ممتاز. يعني انا دلوقتي بفضل الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، درجة الحرارة عندي في المكان كام؟ اهو كام؟ درجة الحرارة حوالي 37 درجة ممتازة، وعمرهم النهاردة 16 يوم. واخدين بال حضراتكم؟ فده المهم انك انت تكيف المكان وتظبطه اللي على درجة الحرارة المناسبة اللي الطائر يقدر يعيش فيها. يعني انا بدأت اخف النهارده بعد ما نظفت المكان زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا وفي نص الكلام الطيب ما تنسوش بالله عليكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واكون شاكرا جدا. وطبعا زي بقول كل مره، انا بكبر بيكم ونكبر ببعض، وجزاكم الله كل خير. فالنهارده ان شاء الله رب العالمين انا بدات خفيت الفراخ من قلب البطاريه. كان في كل قفص 8، فقللتهم، وصلت في كل قفص من البطاريه، لان البطاريه الجزء العلوي فيه قفصين بنسميه قفص. في كل قفص حطيت 6 بفضل الله، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتحت برضك نفس النظام، فخفيت المكان على الكتاكيت. فما شاء الله رب العالمين يبدا الفرخ ياخد راحته ويتحرك كويس في المكان، ويبدا يديلك تحويل افضل، ومبقاش مخنوق في قلب المكان يا جماعه. لان كل انت ما بتوسع على الفرخ الدنيا بتبقى افضل. يعني حضراتكم شوفوا، انا كنت راشش من شويه بفضل الله، مهوي المكان اهوت وراشش عليهم اهوت بفضل الله. شوف حتى الفرخ واخد راحته سليم ومبسوط اهو. شوف بحط اهوت 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 اهوت، بيتبسط. واخدين بال حضراتكم؟ اهو اهو اهو. ميه بزيت نعناع يا احباب، ميه بزيت نعناع، ميه بزيت نعناع. حتى بصوا كمان اهو، انا برش على الارضيه كمان اهو، لان بتدي ريحه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ريحه جميله في المكان. واخدين بالكم؟ مع المروحه الجميله اللي شغاله دي بفضل الله، الجو جميل رطب وجميل، وده المطلوب. انما لو الاخ الكريم اللي قال لي ممكن اركب خليه تبريد، ممكن طبعا تركب خليه تبريد وتبقى ممتازه في المكان دوت. ولو عاوز بقى كمان، ده الكلام ده في الصيف، عاوز ترفع البطاريه تخليها دور ثالث، هنا كمان ممكن. عاوز تخليها بدل ما هم البطاريه دورين، عاوزهم دور ثالث، يبقى تمام ماشي. والعدد هيزيد. ليه؟ انت مكيف المكان. فمادام انت كيفت المكان واديته درجه الحراره المناسبه، ممتاز. توكل على الله، بالتوفيق، ربنا يرزقك ويوسع عليك يا رب. فيا احباب، هو مشروع طيب بفضل الله، وقبل كل شيء هو رزق وهبه ومنه من الله سبحانه وتعالى. انت اهتم بمشروعك واهتم بنظافته. اهم حاجه بنقولها دايما في كل حلقه يا احباب، النظافه مهمه 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 الى ابعد الحدود. فانا الايام دي ان شاء الله رب العالمين بدات احط رافع مناعه في قلب الميه للفراخ. يعني بحطها مثلا كل يومين بحط، وممكن كل يوم ويوم احط اي رافع مناعه. تاخدين بال حضراتكم؟ لان الفتره ديت مهمه جدا 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 في في صحه الطائر، انه هيكمل معاه. فاضل مثلا نهايه الدوره حوالي 15 يوم كمان، فبفضل الله يكون العمليه طيبه معاك والصحه تبقى تمام. رافع مناعه. واحيانا بقوم جاي حاطط بقى، بلاقي فيه مثلا نهجان، وبلاقي فيه احيانا في صوت غريب كده بسيط، او بقوم جاي ناهض في اولفنت شراب ده بشري. اولفنت شراب ده بشري لادوار البرد اللي بتبقى عندنا كده كبني ادمين، انت واخد بالك، للكحه، للسيلان. هو ممتاز بصراحه في الموضوع دوت. لو في طشمه او في صوت غريب او اي حاجه معاكم، الاولفنت ده ممتاز. تحط من الاولفنت ده، عاوز تحط 2 سم 3 سم شغال، مش ممسوك بمقدار، لا هو مثلا من 2 ل 3 سم، وممكن 4 سم كمان، بس ما تزودش على 5 سم. ممتاز 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 للفراخ. واخدين بال حضراتكم؟
بيسلك المسالك التنفسية، ويخلي الطائر واخد راحته. ولو في مثلا من الحر احيانا بيدي صوت، فالصوت دوت بيبقى من الحر، بيبقى فيه بلغم في صدر الطائر، ومش عارف ياخد نفسه كويس. فاحنا بنبدأ ان احنا نديله اولفنت. فالاولفنت ده ممتاز ممتاز يا جماعة في صحة الفراخ في الأعمار دي. بيبقى طبعا درجة الحرارة في الجو بتبقى مش مظبوطة، زائد الرطوبة في الجو بتبقى مش مظبوطة. ممكن تلاقي نهجان بسيط. يعني حضراتكم ممكن تلاقوا بعض فرخ، هو تقرب الكاميرا شوية اهو تلاقيه ايه، في نهجان بسيط اهو، واخدين بالكم اهو واخدين بالكم. بس ده بتغلب بيه، انا عندي بقى بتغلب بيه بالبخاخه، بالمروحه. فالجو بيبقى جميل بفضل الله، والدنيا بتبقى طيبه معايا في المكان، زائد الاهتمام بالنظافه. ولو تلاحظوا انا شايل العلافات، انا شايل العلافات العلافات انا شايلها بقالها حوالي يجي ساعه. واخدين، شايلها من الساعه 10 الصبح، وهسيبها لغاية إلى ما شاء الله حوالي الساعة 1 أو 2، وممكن 3 كمان. ما تقلقش في الحر ده، ما تقلقش، واخد بال حضرتك. وشايلها، الحصالة بتاعه ملانة فيها أكل، مش فاضية، لأن هو بياكل طول الليل، هو قاعد بياكل طول الليل، ففي حصالته خزين. فما تقلقش في الموضوع دوت، واخدين بال حضراتكم. فبسيب الطائر مثلا ممكن لغايه الساعه 3، بيبقى هو طبعا جعان، والساعه 3 الجو بيبقى عندي طري ورطب كده بفضل الله. ببدا ان انا احط له الاكل. والمهم الميه يا جماعه، الميه على طول موجوده 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 في المكان. خدوا بالكم من الميه ومواسير الميه اللي معاكم في قلب البطاريه، تاخدوا بالكم منها. انا احيانا لما بحب احط مثلا إيه، اي مثلا ادويه او اي حاجه سريعه كده للفراخ، عندي زي ما شايفين السقايات اهي بفضل الله، بقوم جاي حاطط في كل بطاريه سقايه، واقوم جاي حاطط فيها ايه نوع اللي انا العلاج اللي انا هشتغل بيه، زي الأولفنت، وعاوز يشرب بسرعه او عاوز تجيب نتيجه بسرعه، هوب اقوم جاي عامل ده، لان البزازات دي بتبقى ضعيفه شويه، فالطائر ما بياخدش راحته في الشرب منها، فبشتغل بدي على طول. فانا دلوقتي رافع اهوت، حضراتكم شايفين اهوت، رافع العلافات من المكان، واخدين بال حضراتكم، وببدا احطها تاني الساعه 3، يعني شايلها من 10 ل3، يعني حوالي قرب ال5 ساعات او ال6 ساعات. وحتى تلاقوا الطائر واخد راحته والدنيا تمام طيبه، ما فيش اي مشاكل خالص خالص. وانا ان شاء الله رب العالمين بصور معاكم اهوت، وان شاء الله رب العالمين هرجع اصور الجزء الثاني على نفس الحلقه ان شاء الله رب العالمين، لما اجي احط الاكل كمان 5 6 ساعات، وتشوفوا بفضل الله معايا لهفه الفراخ على الاكل. وده مهم جدا، بتطمن على الطائر بتاعك، وبتبقى مطمن ان مفيش اي حاجة تعبانة، زائد انك بتبص دايما على طول في السبلة زي ما احنا اتفقنا. فالدنيا بتبقى طيبة بفضل الله، فتبقى انت مطمن عشان الدورة معاك تنجح. فده اهم حاجة طبعا، وربنا يرزقنا ويرزقكم الطيب يا رب. نرجع نكرر طبعا الكلام اللي بنقوله. سعيد بالوقت الطيب اللي بقضيه معاكم، وربنا ينفعنا بهذا الكلام جميعا، ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وخيركم من تعلم العلم وعلمه. فيد الناس وعرف اي حد عاوز معلومة او اي حاجة، انا تحت امره. وان شاء الله رب العالمين نرجع لكم كمان 5 ساعات ان شاء الله رب العالمين، ونوريكم الفراخ وهي بتاكل من العلافات ان شاء الله رب العالمين. يلا والى لقاء قريب على طول ان شاء الله.